هل تخيلت يوما أن هاتفا بسيطا قد يغير مصير إنسان؟ هذه قصة شاب مغربي بدأ من الصفر ليصل إلى ثروة كبيرة، لكن الطريق لم يكن سهلا، والسر الذي استعمله سيفاجئك. كان هناك شاب يدعى ياسين يعيش في حي شعبي بسيط، وكان يحلم دائما بتحسين حياته ومساعدة أسرته. كان ياسين يعمل في محل صغير، وراتبه كان ضعيفا لا يكفي حتى لتلبية احتياجاته الأساسية. وفي ليلة هادئة كان يتصفح هاتفه، فشاهد فيديو يتحدث عن أشخاص يحققون أرباحا من مواقع التواصل الاجتماعي. نجاح يبدأ بخطوة صغيرة. أتوقف عند هذه الجملة. في كل يوم خطوة صغيرة تقودك نحو هدفك الكبير. في تلك الليلة اتخذ ياسين قرارا جريئا. قرر أن يجرب حظه في صنع المحتوى على الفيسبوك. بهاتف قديم وغرفة صغيرة وحلم كبير، ولم يكن يعلم أن هذه البداية ستغير حياته إلى الأبد. في الأسبوع الأول نشر عدة فيديوهات، ولكن المشاهدات كانت ضعيفة جدا. لكن لا بأس، سنواصل. شعر بالإحباط وكاد أن يتوقف، لكنه تذكر حلمه فقرر أن يواصل الطريق. مرت أشهر عدة، وفي يوم غير متوقع نشر فيديو قصة غامضة عن شخص اختفى فجأة. خلال ساعات قليلة تجاوز الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات، وبدأ اسمه ينتشر بين الناس. نعم، في تلك اللحظة أدرك ياسين أن لكل نجاح سرا، وأن السر هو فهم ما يحبه الجمهور. نعم صحيح، بدأ ياسين يعمل ليلا ونهارا، يبحث عن قصص مثيرة ويحاول تحسين جودة الفيديوهات. العمل. مع مرور الوقت أصبحت صفحته تكبر بسرعة، وازداد عدد المتابعين يوما بعد يوم، وازدادت ثقته بنفسه. وفي أحد الأيام وصلته رسالة من شركة تريد التعاون معه مقابل مبلغ مالي. شكر الله أولا، كان ذلك أول دخل حقيقي يحصل عليه من الإنترنت، وشعر يومها أن حلمه بدأ يتحقق. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر في التطور. استثمر أمواله في معدات أفضل ورفع الجودة، وبعد سنة واحدة وصلت أرباحه إلى مبلغ كبير، أكثر من 1,000,000 درهم. تبارك الله. وبعد سنوات وسنوات من الجد والاجتهاد حقق ما لم يكن يتوقعه أحد. وفي يوم مفاجئ جلس ياسين يراجع حسابه المالي، فوجد رقما كبيرا أمامه. انظروا إلى هذا الرقم، إنه مبلغ ضخم. هذا يغير كل شيء بالنسبة لي. المجموع قد وصل إلى 2,000,000,000 سنتيم. وعندها أدرك أن النجاح ليس مستحيلا، بل يحتاج إلى صبر وعمل وإيمان بالنفس. وبعد أن حقق ياسين هذا النجاح الكبير لم يشعر بالراحة، بل ازداد خوفه من أن يفقد كل شيء في لحظة واحدة. كان يعرف أن عالم الإنترنت متغير، وأن النجاح فيه يحتاج إلى استمرار وتجديد دائم. لذلك قرر أن يتعلم أشياء جديدة، فبدأ يقرأ كتبا عن التسويق الرقمي وصنع المحتوى. وكان يسهر ساعات طويلة أمام الحاسوب، يجرب أفكارا مختلفة ويحلل نتائج كل فيديو. وفي أحد الأيام وقع ما لم يكن في الحسبان. انخفضت المشاهدات فجأة، وتراجعت الأرباح بشكل مخيف. شعر ياسين بالقلق ولم يصدق، وبدأ يتساءل: هل هذه نهاية الحلم؟ لكنه لم يستسلم، بل قرر أن يغير طريقته ويقدم محتوى أكثر جودة وإثارة. بدأ يركز على العناوين الجذابة والصور المثيرة للانتباه والقصص التي تلمس مشاعر الناس. وبعد أسابيع قليلة نشر فيديو جديد، وفي خلال ساعات انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. عندها عادت المشاهدات بقوة، وارتفعت الأرباح من جديد،
وشعر ياسين بالراحة والثقة. لم يعد يفكر في الربح فقط، بل أصبح يفكر في مساعدة عائلته وتحسين حياتهم. لذلك فكر بأن يشتري لوالديه منزلا جديدا، وشعر يومها بفرحة لم يشعر بها من قبل. وفي إحدى الليالي جلس وحده يفكر في الطريق الذي قطعه، وكيف بدأ من لا شيء. وتذكر الأيام الصعبة والليالي الطويلة واللحظات التي كاد فيها أن يستسلم. وعندها قال في نفسه: لو استسلمت في البداية لما حققت هذا النجاح. وهكذا أصبحت قصة ياسين مثالا لكل شاب يحلم بالنجاح، أن الطريق قد يكون طويلا، ولكن النهاية تستحق التعب. إذا كنت تؤمن أن الحلم ممكن، فادعمنا بالإعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك قصص أخرى أكثر إثارة. إلى اللقاء.